بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مشاعر فياضة تجول في خاطري حينما فكرت أن أتكلم عن أتسابونا مينا حنا، لكن لأجل محبته ولأجل تعبه سأتكلم. أبونا القمص مينا حنا نموذج للخادم القديم الأمين جدا، لأنه كان يتمثل برئيس الكهنة الأعظم ربنا يسوع المسيح. كان أمينا في خدمة الشموسية، ولم تكن بالنسبة له واجب يقوم به، بل بخدمة المحبة، محبة لربنا، محبة للشمامسة، محبة للتسبيح. وخدم الخدمة الكهنوتية، وكانت في قرية وليست بالمدينة، وفي القرية هناك البسطاء الأنقياء، فكان للشعب أبا محبا حازما يغسل أقدامهم، لكنه يكون حازما مع الخاطئ المستضعف الذي يهمل توبته. كان الخدام قدوة حسنة، يشجع المبتدئ ويبث روح الثقة في اليائس، ويحفز الجميع لأجل تقديم خدمة نارية. كان أسدا يدافع عن حقوق شعبه وكنيسته. أيضا كان أتسابونا مينا في أسرته مصباحا منيرا، لذلك صارت أسرته مرتبطة بالإيمان والمحبة، مثمرة ثمرا يفرح وجه الله. أيضا احتمل أبونا مينا تجربة المرض بصبر وشكر، لذلك نثق أنه سمع الصوت المبارك يقول له: نعما أيها الكاهن الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. أتسابونا مينا، اذكر ضعفي وأسرتي في تسبيحك، وأنت في الفردوس مع القديسين. سلاما إلى أن نلقاك في الفردوس.